اطلب المستحيل من الله. من أجمل ما كتبه الدكتور الداعية عبد الرحمن العشماوي كلمات له بعنوان اطلب المستحيل من الله. يقول فيها: إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه بالدعاء أن يردهما سفرا، فلماذا لا نرفع من سقف دعائنا له؟ تأملوا سقف أدعية الأنبياء، يسألون الله تعالى المستحيلات ولا يبالون. لماذا؟ فقط لأنهم يدركون معنى اسم الوهاب. تأملوا قول نبي الله سليمان عليه السلام: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أراد ملكا فريدا، ملكا محشوا بالمستحيلات، والنتيجة أن جمع الله له النبوة والملك والعلم والحكمة، وسخر له الريح والجن والطير والإنس والخيل والوحوش. ليس من الزهد التواضع في الدعاء. ارفعوا سقف دعائكم في الدنيا وارفعوه في الآخرة، واسألوا الله الفردوس الأعلى، ولا تترددوا حتى لو رأيتم بأنكم لا تستحقونها، فأنتم تتعاملون مع الوهاب. هي عبادة رائعة نسيها كثيرون، لكن الله يحب أن نعبده بها. إنها عبادة حسن الظن به في وسط عالم تملأه المخاوف والقلق على المستقبل. تأتي هذه العبادة لتمسح على قلوب الناس وتعلمنا أن نعيش بفكرة رائعة. فعلى قدر حسن ظنك بالله يحدث لك الخير ويبعد عنك الشر. أحسنوا الظن بالله يرحمكم الله ويستجيب لكم.